معقول يا جماعة بشوية كركديه وحباية بطاطس أعمل الوصفة القمر دي وأوفر التوفير ده كله؟ النهاردة جايالك بوصفة حصري لأول مرة، وأنا عارفة إن هي هتعجبك جدا جدا وهتوفر لك فلوس قد كده. وبسبب الوصفة دي أنا عارفة إن انتوا هتدعولي كتير جدا جدا. ما هو ما ينفعش يجي العيد يا جماعة من غير ما نعمل الوصفة القمر دي. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، وحطوا لايك للفيديو يا جماعة علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، علشان أنا واثقة إن هي هتعجبكم قوي. بصوا بقى، انا معايا بطاطسايه، حبايه بطاطس كده يعني صغيره مش كبيره. هنقشرها وهنقطعها بعد ما طبعا ما نغسلها. هنقطعها مكعبات بالشكل ده وهنحطها في شفشق الخلاط، وهنحط معاها كوبايه من الكركديه، سواء بقى مغلي منقوع اي كركديه عندك من غير سكر. وهنضربها كويس قوي كده لحد ما البطاطس دي تدوب خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين الخليط كله انضرب مع بعض وبقى سايل زي ما انتوا شايفين، بس هنصفيه علشان اكيد هيبقى فيه حتت من البطاطس كده، هتبقى فيه تخريزات من البطاطس، فهنصفيه بالمصفى كده وننزل كل المية. والبطاطس اللي هي هتتحشر بقى دي كده في المصفى، خلاص دي بقى احنا مش عايزينها. ممكن نستخدمها في اي حاجة، ممكن نعمل بيها ماسك، ممكن نعمل بيها اي حاجة تانية. لو انتوا عايزين وصفة ليها اكتبوا لي في الكومنتات، هقولكوا على وصفة حلوة قوي ليها. بعد كده بقى، بعد ما صفينا الخليط ده هنحطه في حلة، وهنحط عليه كوباية ونص من السكر. وهاخد بقى الحلة بتاعتي دي وهروح على البوتاجاز على طول، اشغل البوتاجاز على نار عالية الاول، وبعد كده بقى هقلب. بس انا حسيت ان الخليط هيبتدي يفور مني وهيغرق البوتاجاز وهيدهول الدنيا، يا ريت نكبر الحله شويه علشان تاخدوا بالكم ما يعملش فيكم الحركه دي. انا خليت بالي وطبعا ما فرش، يعني رحت مهديه النار على طول. بعد كده بقى هنعصر ليمونتين. انا عصره ليمونه من الليمون الكبير ده، ليمونه ونص. لو احنا عندنا الليمون البلدي الصغير استكفي بليمونتين او ليمونه ونص برضو، لان هو المزازه بتبقى فيها اعلى، فبرضو ليمونه ونص كفايه. تمام. وهنقلب بقى كده وهنهدي النار علشان الخليط بتاعنا ده ما يفرش. عندي الريفو او الاسبرين بينجاب من الصيدليه، هنحط وحديتين كده. انا عايزه اقول لكم ان الشريط على بعضه ب7 جنيه تقريبا، فيه يعني حوالي 10 حبات. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وهنبتدي بقى نعمل اختبارات طول ما احنا يعني طول ما الخليط ده على النار هناخد كده نعمل اختبار. انا عملت كده الاختبار الاولاني كده، حطيت الطبق ده في الفريزر يسقع علشان لما اجي اعمل الاختبار يعني ما اقعدش فتره. قعدت بقى من كل كام دقيقه كده بين كل 3 دقايق كده بعمل الاختبار ده لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. وهنا جبت صينيه الومنيوم دهنتها دهنه خفيفه كده بالزيت، وفضيت الخليط السايل ده معايا. انا عملت شمع يا بنات، اللي هو اللي احنا بنجيبه برقم يعني غالي جدا جدا. انا متهيألي العلبه بتاعته معديه، يعني ممكن النوع الحلو معدي ال 500 جنيه. عايزه اقولك بقى انت هتعمليه في البيت بطريقه حلوه جدا جدا، بطريقه مش هتبهدلك بشرتك ولا جسمك. وطبعا احنا كلنا عارفين فوائد الكركديه للبشره. تمام. والاسبرين كمان او الريفو ليه فوائد كتير جدا جدا للبشره. تمام. خطير. فاحنا وصلنا للمرحله دي كده او للقوام ده، عملنا منه اللي هو الشمع او اللي بتسموه الوكس بتاع البشره. تمام. وهنحطه في برطمان وهنستخدمه. طبعا انتوا بتجيبوا له الورق اللي هو بيستخدم بيه ده، تمام، بينباع رخيص مش غالي يعني. طيب لو احنا عايزين بقى كمان نعمل سويت لازاله الشعر، بنسيبها كمان شويه على النار لحد ما الخليط بتاعنا يتقل اكتر من كده. وبعدين برضو بنفضيه على صينية فيها دهنة زيت علشان يبقى سهل ان احنا نلمه. وخلوا بالكوا علشان اللسعة، لان انا اتلسعت لسعة في صباعي يعني تقريبا طلعت بالجلد، فخدوا بالكوا علشان اللسعة بتاعتها صعب جدا جدا. كمان السويت قمر وحلو جدا، بيشيل الجلد الميت، بيعمل
على ازالة الشعر بكل سهولة. لا السويت بتاعك هيسيح منك ولا يلزق ولا يحصل فيه اي حاجة، وهتستخدمي قطعة صغيرة جدا ممكن تعملي بيها جسمك كله، يعني لا هتسيح ولا هتلزق ولا هتبهدلك ولا اي حاجة من الكلام ده. حتى لو هتعمليها في الحر كمان هتقعد عندك فترة طويلة، وهتعملي بحتة واحدة طول ما انت شغالة بيها، مش هتقول لا لحد ما انت اللي تبقي عايزة ترميها. جربوها وانا واثقة ان هي هتعجبكم جدا جدا، هتبقي شامعة فلة منورة، وكل سنة وانتم طيبين.